السلام عليكم شباب. اليوم باش نحكيو على المحتوى التونسي. قبل ما نبداو صليو على النبي. وقتاش بدا المحتوى التونسي؟ بدا المحتوى التونسي عام 2015 وبدا يتحرك حتى لين ولا موجة قوية بين 2020 و 2023، وقت اللي طلع جيل جديد وصنع ستيل تونسي خاص. من أحسن صناع المحتوى التونسي المميزين هو يوتيوبر تونسي فسخولة قناته غير ما سلمش، حل قناة أخرى محتواه يتمثل عن تعبير ردود فعل اللي تضحك. وهذوما آخر فيديوهات عنده هبطهم في قناته، كيما تشوفوا هذا الشارع بتاعو. والله يبرجوا لي نعتبر القدوة بتاعي. لطيف بالنسبة لي هو أحسن ثاني يوتيوبر تونسي، محتواه هو يهبط أي حاجة تجي على باله ومن اهتمامه. وشكرا. فضلك عليكم لطيف يهبط فيديوهات تحكي على حوايج تصير في تونس ويفسرهم حوايج أخرين. فرانكو هو يوتيوبر تونسي زادة، محتواه هو الرياكسيون على حوايج تصير في العالم كيما A few moments later. شباب ومرحبا بكم كالعاده والعواده، معكم التوب جي متاع رياكسيونات جمله التحاليل جمله فرانكو يا بوي. نبداو الفيديو متاعنا كالعاده والعوايد بسلتو عني بي. دوك الناس الكل في الكومنتات تسلي عني بي. ستو رعد، اول ظهور لستو رعد مع الزميل بوسعاده في البرنامج متاعو ستوب، هزو يعمل به في دوره. حكى هو وياه على جديد كيما حكى معاه زاده على كلبيران والبونش لاينوات اللي طيشوا نسيم هو طفل تونسي يغرم وهو اللي بحث يهبط فيديوهات على استكشافاته في المحيط كيما أمان. هو تونسي يحكي عن قضايا وحوايج أخرين كيما مشروع الأحلام مع صاحبه. انا امين وهذا شريكي حسام، زوز 23 سنه، وهذا الجراج اللي في شهر لازمنا نحولوه الى مشروع الاحلام. سيمانه برجولي زوز نحبوا نعرف هذه سيري باش نشاركوكم فيها كل المغامرات اللي تعدينا بها، كيفاش رياكسيون أيوب هو طفل تونسي محتواه عجبني برجولية، وذوما آخر 3 فيديوهات هبطهم ونتمنى له النجاح. والآن مع المفاجأة الكبرى. ريان هذا صاحبي، هذا قلينا مع بعضنا كل شيء، وما عندوش برشا من اللي يظهر في اليوتيوب، ونتصوره مش يكون متميز في الخدمة بتاعه. وتوا وصلنا لاخر الفيديو، شكرا على المشاهدة. قولوا لي في التعليقات اذا كانوا تحبوني في المرة الجاية في الحلقة ولا لا.